السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم في قناتي. فيديو بسيط قوي عن إزاي آه، وأنا عايزة أفرزن أو أجمد الخضروات بتاعتي، تاخد أقل مساحة ممكنة في الفريزر، وفي نفس الوقت ما يبقاش فيها أي هوا من جوه، علشان لما نيجي ناخدها نطبخها ما يبقاش فيها تلج. فشوفوا هنا انا السبانخ الحقيقة غسلتها ونشفتها كويس جدا وبعدين قطعتها. تلاحظوا هنا ان السبانخ ما فيهاش اي نقطة مية. ليه؟ علشان لما اسحب الهواء منها زي ما انتوا شايفين كده، اولا بتاخد مساحة قليلة، ما بنسحب الهواء. ثانيا ما يبقاش في فرصة ان الهواء لما يتحط الكيس في الفريزر، بخار المية اللي فيه يتحول لتلج، وده اللي بيبوظ لي الخضرة. انا الحقيقة ان شاء الله بعد ما اجمده لما اجي اطبخه هوريهولكوا انه كأن ورق لسه مقطعاه دلوقتي، ما فيهوش اي تلج خالص، ولا لونه بيتغير ولا اي حاجة. فانا هنا حطيت كمية كبيرة في الكيس بتاعي، وبشفط الهواء، ولما بلاقيه لسه يعني ما بقاش رقيق كده، برجع افرد تاني بحيث يكون كله مستوي في الكيس. ببتدي اسحب بقى الهواء منه. انا هنا بقربه لكم عشان تشوفوا. شوف بقى لما بسحب الهواء بيتضغط خالص الكيس. فطبعا هنا قدر الامكان، طبعا دي شاليمو زي ما انتوا شايفين، ببقى ماسكاها كويس ولفه الكيس كويس داير الشاليمو، علشان وانا بسحب الهواء ميبقاش فيه فرصه انه يدخل تاني. شايفين الكيس بقى عامل ازاي؟ يعني اللي جوه الكيس ده حوالي نص كيلو. نفس الشيء بالنسبه للبسله. فصصتها وغسلتها كويس ونشفتها كويس جدا، ما فيهاش اي ميه بالمره ولا نقطه ميه فيها. برضو نفس الشيء بحطها وبلف الكيس على الشاليمو وببتدي اشفط كده عشان اسحب الهواء من الكيس. طبعا هنا الكيس حجمه بيقل فبياخدش مكان في الفريزر. وانا الحقيقة جربت الكياس السنة دي، انا كنت دايما بفرزن في العلب البلاستيك، بس بصراحة العلب البلاستيك اللي هي شفاف دي، اللي هي الاستخدام لمرة واحدة، لقيتها غالية جدا. فقلت خلاص انا هعمل في الاكياس، وجاتني فكرة ان انا اشفط الهواء. اولا مش هتاخد مكان زي العلب. ثانيا انا سحبت الهواء، قللت الحجم. ثالثا ما بقاش فيه هواء جوه يتحول للبخار الميه اللي فيه يتحول لتلج، وبالتالي هضمن ان الخضار بتاعي يحافظ على لونه ويحافظ على انه يبقى طازه. والله لما باجي افتح الكيس واستخدمه كاني لسه مقطعاه دلوقتي. ليه؟ لان مفيهوش تلج. هي كل الفكرة ان انا فرغت الهواء. هو طبعا في جهاز بيفرغ الهواء، بس انا لقيت فكرة الشاليمو ديت جاتني كده، فقلت لا، هي دي احسن وارخص من الجهاز. ويا رب الفكرة تعجبكم. ولما اخلص كمية الخضار كلها اللي انا بعملها ان شاء الله هتشوفوا قد ايه الخضار كله ما اخدش اي مكان في الفريزر، او خد مكان قدر الامكان قليل جدا غير العلب خالص. يا رب الفكرة تعجبكم. وكمان عملت هنا فلفل برضو الوان. قلت ينفعنا لما اجي اعمل مثلا فاهيتا، او اعمل شاورما، او اعمل لحمة كده بالفلفل. ان شاء الله هعمل لكم افكار حلوة في رمضان، ويا رب ان شاء الله تعجبكم باذن الله تعالى. بس اتمنى كنتوا تدعوا لي بالصحة، ادعوا لي بالصحة، الله يخليكم. الف شكر.